لكل مسلسل حكاية ولكل حكاية ملخص. قصتنا بتبدأ مع شاب بيقدر يشوف الأشباح يوميا، وبيحاول بقدر الإمكان إنه يتجنبهم ويبعد عنهم. وفي يوم من الأيام ظهرت قدامه شبح بنت وكانت عايزة تستحوذ عليه، لكنه اداها ضربة في وشها وبلغها إنها ما تضايقوش مرة تانية. فشبح البنت بتعتذر وبتوعده إنها مش هتقرب منه تاني. والشاب ده بيكون اسمه بنج بال، وبيشوف الأشباح من وهو طفل صغير، وكل هدفه في الحياة إنه يجمع مبلغ بقيمة 100 مليون دولار. وعلشان كده بيقدم خدماته كطارد أرواح. وعلى الرغم من سنين العمل الطويلة اللي قضاها في الشغل ده، إلا إنه جمع فيها 27 مليون دولار بس. ولو مشي بالمعدل ده هيقعد سنين كتير علشان يوصل لحلمه ويحقق 100 مليون دولار. ونظرا لأنه بيفتقد الخبرة القتالية في الدفاع عن نفسه، دايما بيواجه الأشباح الضعيفة، ولو صادف أشباح قوية بيهرب منهم على طول، لأنه عارف إن ما عندوش القدرة إنه يهزمهم. وفي يوم بتجيله رسالة من بنت بتطلب منه المساعدة علشان تتخلص من شبح أسطوري في مدرسة ثانوية، وبتعرض عليه 10 مليون دولار. فبنج بيوافق على طول. ولما بيوصل للمدرسة بيشوف بنت جميلة جدا في معمل الكمبيوتر، واللي فجأة بتختفي وبعدها بتظهر مرة تانية. فبنج بيعرف إنها شبح وبيفضل يضرب فيها لحد ما يوقعها على الأرض. وساعتها شبح البنت بتحس بألم شديد وبتدعي إنها مش قادرة تتحرك. ولما بنج بيقرب منها علشان يطمن عليها، شبح البنت بترشق صوابعها في عينه وبتفضل تضرب فيه. وأول ما بنج بيحس إنه اتهزم منها بياخد بعضه ويمشي من المدرسة وهو متضايق. تاني يوم بنج بيروح لنفس المدرسة مرة تانية، وبيكون واخد معاه السيف المقدس بتاع عمه. وأول ما بيلاقي شبح البنت قصاده بيجري ناحيتها علشان يهجم عليها، لكنها فجأة بتختفي وبتظهر من وراه، وبتديله ضربة برجلها وتكومه على الأرض. وعلى الرغم من صمود بنج الاستثنائي، إلا إنه بيلاقي صعوبة في هزيمة شبح البنت دي. وأثناء ما بيتعاركوا مع بعض، الاتنين بيفضلوا يتدحرجوا من على السلم لحد ما بنج بيقبل شبح البنت بالغلط. وبنعرف إن شبح البنت دي اسمها هنجي وماتت من 5 سنين، وهي مش فاكرة إيه اللي حصل لها أو إيه سبب وجودها في عالم الأحياء. ولكن بعد قبلة بنج بدأت تسترجع شوية من ذكريات وفاتها لما كانت موجودة على الأرض وهي مصابة في نص الطريق. ولما بنج بيحاول يشرح لها إن القبلة دي كانت غير مقصودة، هنج بتتضايق منه وبتحس إنه بيتريق عليها، وعلشان كده بتقوم تكمل ضرب فيه. في نفس الوقت أصحاب بنج اللي في الجامعة واللي هم تشون ورن بيكونوا موجودين في نفس المدرسة الثانوية، وهم بيحاولوا يصوروا أي مقاطع للأشباح علشان يعرضوها على موقع الأشباح اللي يخصهم ويشدوا انتباه الناس. لكن فجأة بيتعرضوا لهجوم من شبح ست شكلها مرعب، فبيطلعوا يجروا بسرعة. وشبح الست وهي بتجري وراهم بتصادف بنج في وشها، واللي أول ما بيشوف شكلها المرعب بينسى إنه طارد أرواح، وبيطلع يجري مع أصحابه لحد ما بيوصلوا للأسانسير. لكن شبح الست بتقدر تمسك بنج ولسه هتخلص عليه. بنج بيديلها ضربة في وشها ويوقعها على الأرض. وفجأة شبح الست وشها بيتحول لوش راجل، وبنعرف إن الراجل ده كان مدرس في نفس المدرسة الثانوية، لكنه كان شخص مش كويس. وده لأن في مرة كان بيبص على حمامات البنات من فوق الباب، وفي طالبة شافته ورمت عليه جردل المية، فوقع من فوق وراسه اتخبطت في حوض الغسيل ومات. وبنج بيكون عنده القدرة إنه يهرب من المدرسة، لكنه لما بيشوف شبح المدرس بيستفرد بهنج لأنها لوحدها، بيقرر إنه يرجع علشان يساعدها. وشبح المدرس لسه بيقرب من هنج علشان يأذيها، بنج بيروح يهجم عليه وبتحصل معركة قوية ما بينهم. وبنلاحظ إن شبح المدرس بيكون أقوى بكتير من بنج، وبيمسك في رقبته ويفضل يخنق فيه. وقبل ما يقتله، هنج بتروح تهجم على شبح المدرس وبتنقذ بنج في آخر لحظة. وبعدها بيتحدوا مع بعض علشان يقدروا يهزموا شبح المدرس اللي مش بيستسلم، وبيروح يوقع هنج على الأرض. وهي بتطلب من بنج إنه يضرب الشبح على دماغه لأنها قادرة تشوف نقطة ضعفه. وبالفعل بنج بيجيب السيف المقدس وبينزل على دماغ الشبح، واللي بعدها جسمه بيبدأ يتبخر وبيختفي من عالم الأحياء. وأثناء ما بنج بيتكلم مع هنجي، بيعرف منها إن هي اللي بعتت له رسالة طلب المساعدة للتخلص من شبح المدرسة. وعلى الرغم من إنها شبح زيه إلا إنها كانت خايفة منه. ولما بنج بيطلب منها ال10 مليون دولار اللي اتفقوا عليها، هنج بتبلغه إنها شبح وأكيد مش معاها فلوس. وده بيخلي بنج يتعصب ويقول لها مش عايز أشوف وشك مرة تانية. وبعد ما بنج بيمشي من المدرسة، هنج اللي كانت مش فاكرة هي ماتت ازاي بقى عندها شوية أمل بعد قبلة بنج، واللي خلتها تفتكر ولو ذكريات بسيطة للكشف عن حقيقة وفاتها ووجودها في عالم الأحياء.
تاني يوم هينج بتروح لبنج مرة تانية وبتكون عايزة تقبله، لكن علشان بنج مش مدرك نيتها الحقيقية بيصدها وبيبعدها عنه. ولما بنج بيسألها عن سبب اللي بتعمله بتوضح له إنها كانت عايزة تتأكد من حاجة معينة مش أكتر، فبنج بيتضايق وبيسيبها ويمشي، لكن هينج بتروح وراه ومش بتسيبه في حاله. وبعدين بنروح للراهب تشول عم بنج اللي رباه من صغره، وبيكون عنده القدرة في رؤية الأشباح هو كمان، وبيبلغ بنج إنه لازم ينفذ العملية الجراحية في عينيه علشان يبطل يشوف الأشباح. وعلشان بنج عارف إن العملية هتتكلف 100 مليون دولار مش بيهتم بكلامه لأن معهوش المبلغ ده. وبعدين هينج بتروح ورا بنج في أي مكان بيكون موجود فيه، ولما بنج بيسألها انت ما عندكيش أي مكان تاني تروحيه بعيد عني، هينج بترد عليه إنها فاقدة ذكرياتها ومش عارفة هي ماتت إزاي أو إمتى. وعلى الرغم من كلامها بنج مش بيكون مستعد إنه يثق فيها لأنه معتقد إنها بتكذب عليه. ولما الراهب تشول بيرجع البيت ويقعد مع بنج بيحس بحاجة غريبة بتحصل، لكنه بيتجاهلها وبيروح يتعشى مع بنج. اللي بعد ما بينام هينج بتروح له مرة تانية علشان تقبله، والراهب تشول بيقوم من النوم بعد ما بيحس بوجودها وبيفضل يصرخ، وده بيصحي بنج من النوم وبيشوف هينج وهي قريبة جدا منه، فبيتعصب عليها وبيطردها من البيت. تاني يوم بيتم تكليف بنج بطرد الشبح اللي عند جارتهم، وأثناء ما بنج بيستكشف البيت هينج بتروح وراه، وفجأة بتخرج إيدين شبح بنت وبتسحب بنج لداخل الدولاب، وبتطلب منه يخرج من البيت حالا لأنها مرعوبة. وبيتضح إن شبح البنت دي اتعرضت للأذى من جوزها لأنه قتلها وحبس جثتها داخل الدولاب، وبعد ما جوزها مات الشبح بتاعه كان السبب في أذية ناس كتير. وفجأة بنج بيسمع صوت حد بيصرخ، ولما بيخرج من الدولاب بيلاقي شبح الراجل ده عمال يخنق في هينج وبيرميها على الأرض، فبنج بيروح يهجم عليه، لكن شبح الراجل بيقدر يضرب بنج ولسه هيقتله. هينج بتروح تهجم على الشبح وبتحدفه بعيد، وفي وسط ما المعركة شغالة هينج بتكتشف إن شبح الراجل ده اتقتل من صديقه في نفس البيت اللي هما فيه، ومن ساعة ما مات هو ومراته أرواحهم موجودة في عالم الأحياء. وبسبب معرفة هينج بتاريخ شبح الراجل بتروح تكتفه وبتطلب من بنج إن يضربه في مناطق معينة، ولما بنج بينفذ كلامها بيقدروا يهزموا شبح الراجل هما الاتنين، وروحه بتختفي من عالم الأحياء، وبيتم تحرير مراته اللي كانت محبوسة في الدولاب بسببه، وروحها بتنتقل للعالم الآخر. ولما بنج بيسأل هينج ليه بتتبعه في كل مكان بيروحه، بترد عليه إنها لما قابلته أول مرة افتكرت حاجات بسيطة عن ذكريات وفاتها، وبنج اللي كان عامل فيها تقيل تحس إنه مصدق وراح يقبلها على طول، لكن المرة دي هينج مش بتفتكر أي حاجة عن ذكرياتها في الماضي. وبعدين بنروح لتشون ورن وهما بيرفعوا مقاطع الأشباح على الموقع بتاعهم. فجأة حساب تشون بيتم اختراقه من شاب اسمه سادوكو، وده بيكون هاكرز بيبتز الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، وبيستهدف بالأخص مغنية مشهورة اسمها ميز، وبيدخل من حساب تشون اللي اخترقه على حساب ميز وبيفضل يكتب لها تعليقات مسيئة، وبسبب التعليقات دي ميز بتنتحر بشكل مأساوي، وروحها بتفضل تدور على اللي عمل كده علشان تنتقم منه. في نفس الوقت هينج وبنج بيتعاهدوا إنهم يتعاونوا مع بعض في هزيمة الأشباح، وهينج بتبلغه إنها هتساعده في معرفة نقاط ضعفهم، وفي المقابل هتفضل جنب بنج وهتعيش معاه في البيت بتاعه. وبعدين هينج بتجيب أغلى أكل في السوبر ماركت وبتخرب بيت بنج في المصاريف، وهم مروحين بتطلب منه يجيب لها فستان شافته في المحل وعجبها، لكن بنج بيرفض ويبلغها إنها مش هتقدر تلبسه لأنها شبح، وهينج بترد عليه إنه لو حرق الفستان هتقدر تلبسه عادي، لكنه برضه مش بيوافق. في نفس الوقت سادوكو بيكون لسه بينشر تعليقات مسيئة عن طريق حساب تشون، واللي بيشوف التعليقات ويتجنن وهو مش عارف يعمل حاجة. والحال بيوصل بسادوكو إن بيفضل يتريق على خبر وفاة المغنية ميز، وبيفضل يشغل فيديو انتحارها على الموبايل بتاعه، وفي نفس الوقت بيشغل أغانيها على التلفزيون، وهو ما يعرفش إن شبح ميز موجودة تحت السرير بتاعه. وأول ما بتخرج وسادوكو بيشوفها بيفضل يصرخ، وبعدين تشون ورن بيقدروا يوصلوا لعنوان سادوكو، وأول ما بيفتحوا باب البيت بيتصدموا لما بيشوفوا منظر سادوكو وهو ميت بطريقة بشعة، وبيطلعوا يجروا بسرعة ويبلغوا الشرطة، والمحقق بيشتبه فيهم في الأول، لكن بعدها بيتم تبرئتهم من الجريمة بعد ما شافوا كاميرات المراقبة واللي وضحت إنهم وصلوا بعد موت سادوكو. وبيجي محقق تاني ويقول لهم إن أغلبية الناس اللي تم اختراق حساباتهم من سادوكو وكتب من خلالهم تعليقات مسيئة على حساب ميز بيموتوا الفترة دي واحد ورا التاني،
وبيعرفوا إن الدور اللي جاي على تشون، وعلشان رن ينقذ صاحبه بيروح لبنج بسرعة وبيطلب منه مساعدة تشون من شبح ميز. في نفس الوقت تشون بيكون ماسك صليب علشان يحمي نفسه من الشبح، وأثناء ما رن بيتصل بيه علشان يطمن عليه، الاتصال بيتقطع فجأة، وتشون بيلاقي فيديو انتحار ميز بيشتغل على تليفونه لوحده، فبيتصدم ويطلع يجري علشان يهرب من البيت. وفجأة بيلاقي شبح ميز قصاده، واللي بعدها بتقرب منه وبتديله ضربة تفقده الوعي، وقبل ما تقتله بتوصل هنج وبتبعد ميز عن تشون، وهي بتحاول تفهمها إن قتل الناس مش هيغير حاجة عن الواقع. لكن ميز بتكون متضايقة جدا وبتهجم على هنج وتفضل تضربها لحد ما توقعها على الأرض، وهي بتحاول تخنقها. بيوصل بنج في الوقت المناسب وبيشد ميز ويرميها على الحيطة، وأول ما ميز بتشوف نفسها في المراية بتتصدم من شكلها وبتعرف إنها ما بقيتش زي الأول، فبتستسلم لمصيرها وبتتبخر في الهواء لحد ما بتختفي من عالم الأحياء. وفي نفس الليلة دي بعد ما هنج بتنام بنكتشف إن بنج جاب لها الفستان اللي عجبها من غير ما تعرف، وبعد ما بيروح يحرقه هنج بتقوم من النوم وبتشوف نفسها وهي لابسة الفستان، وبتكون مبسوطة جدا لأن دي أول مرة حد يجيب لها هدية. وأول ما بنج بيشوفها وهي لابسة الفستان بينبهر من شدة جمالها. تاني يوم رن وتشون بيقعدوا يفكروا هيجيبوا فلوس منين علشان يدفعوها لبنج مقابل مساعدته ليهم بطرد الشبح، والموضوع بيسود في وشهم أكتر لما بيعرفوا إن المسؤولين اللي في الكلية قفلوا الموقع بتاعهم، وكمان طردوهم من سكن الكلية اللي كانوا قاعدين فيه. فرن وتشون بيضطروا إنهم يسكنوا في مكان سعره رخيص، وبالصدفة المكان ده بيكون مسكون بالأشباح وهم ما يعرفوش. وأثناء ما هم نايمين رن بيحس بالحرارة، وعلشان كده بيسيب تشون نايم جوه وبيخرج هو ينام بره. وفجأة النور بيفضل يطفي ويشتغل لوحده، وبيظهر شبح قدام تشون اللي بيترعب ويطلع يجري، لكنه مش بيقدر يفتح الباب لأنه مقفول بالترباس. وفجأة الشبح بيمسك فيه ويكتفه وهو عمال يصرخ، وفي الوقت ده صاحبه رن بيسمعه وبيقوم يفتح الباب، وبيطلعوا يهربوا هما الاتنين من المكان. تاني يوم بنج بيقابل تشون ورن في الكلية وبيطلب منهم الفلوس بتاعته، ورن بيبلغوا إن يديلهم فرصة يومين علشان يقدروا يجمعوا المبلغ. وبعدين تشون ورن بيروحوا الفندق صاحبه طالب طارد أرواح علشان يتخلص من الشبح اللي موجود في الفندق، وبعد ما بيتفقوا معاه بيستعينوا ببنج علشان يطرد الشبح وياخد الفلوس بتاعته. وأثناء ما بنج بيستكشف المكان بنلاحظ إن هنج بتكون موجودة في الفندق وهي نايمة على الأرض، وبتكون جاية علشان تساعد بنج، لكن بسبب البيرة اللي شربتها سكرت وما بقيتش قادرة تتحرك. وفجأة بنج بيسمع صوت الشبح اللي موجود في الفندق واللي بيقرب من هنج وبيكون عايز يغتصبها. وأول ما بنج بيسمع صراخ هنج بيروح لها بسرعة علشان ينقذها، وبيهجم على الشبح اللي بيكون مهووس بجمال هنج. وفي وسط ما المعركة شغالة هنج بتشرب عصير علشان تفوق من تأثير البيرة، وبعدها بتروح تهجم على الشبح، لكنه بيقدر يتغلب عليها وبيرفعها في الهواء وهو بيحاول يقبلها بأي طريقة. وأول ما بنج بيشوف المنظر ده بيغير على هنجي وبيروح علشان يهجم على الشبح، لكن بدون فايدة لأن الشبح ده بيكون عملاق ومفيش حاجة مأثرة فيه. وفي وسط ما الشبح بيضرب بنج هنج بتشوف طعنة في صدر الشبح وبتعرف إن هي دي نقطة ضعفه، ولما بتبلغ بنج ما بيستناش وبيضرب الشبح بكل قوته في مكان الجرح واللي بيتسبب في اختفائه من عالم الأحياء. وبعد ما تشون ورن بياخدوا الفلوس اللي اتفقوا عليها من صاحب الفندق بيسددوا الديون اللي عليهم لبنج وبيحتفظوا بالباقي. ولما بيلاقوا إن الموضوع مربح بيقرروا إنهم يحولوه لشغل يكسبوا منه، وبيكونوا فريق بمشاركة بنج اللي هيكون هو طارد الأرواح الرئيسي بتاعهم. وبالفعل بنج بيوافق، لكنه في نفس الوقت بيرفض إنه ينضم لموقع الأشباح اللي يخصهم. وعلشان تشون ورن يقنعوه بالانضمام بيروحوا للبنت اللي معجب بيها واللي بيكون اسمها سيون، وبيدخلوها معاهم لموقع الأشباح علشان تخلي بنج ينضم ليهم. وبالفعل بنج بيوافق لما الموضوع بيجي من حبيبته. وبعدين المجموعة بيقرروا إنهم يتفسحوا مع بعض، ولما بيستقروا في مكان هادي بنج وهنج بيروحوا يقعدوا جنب البحيرة وهم ما يعرفوش إن في شبح تحت المية عمال يراقبهم. ولما سيون بتقعد لوحدها جنب البحيرة الشبح بيروح يشدها وبينزلها للمية علشان يغرقها. وأول ما بنج بيشوف سيون بتغرق بيروح ينقذها بسرعة وبيطلعها من المية. ولما بيسألها عن اللي حصل بتبلغه إن في حد شد رجلها ونزلها في المية بالعافية. وساعتها بنج بيشك في هنجي إن هي اللي عملت كده لأنها بتكره سيون جدا. ولما بنج بيواجه هنج بالكلام ده
بتبلغه إنها ما تعرفش حاجة عن اللي بيقوله، ومع ذلك بانج مش بيكون مصدقها. فهنج بتتضايق منه بسبب إنه مكدبها وبتسيبه وتمشي. ولما بانج بيروح يجيب مرهم علشان جرح سيون، بيعرف من صاحبة المكان إن البحيرة مسكونة بالأشباح، وإن في ناس كتير ماتوا هناك. وساعتها بانج بيتصدم إنه ظلم هنجي، لأن اتضح إن ملهاش علاقة بالموضوع، وإنها ممكن تكون في خطر دلوقتي. فبيطلع يجري بسرعة علشان يروح لها. في نفس الوقت هنج وهي قاعدة جنب البحيرة، الشبح بيروح يشد رجلها وبيفضل ينزلها في عمق المية، وعلشان كده بيبقى صعب على هنج إنها تتحداه. وفي الوقت ده بانج بيوصل للمكان وبينزل في البحيرة علشان ينقذ هنجي. وأول ما الشبح بيشوفه بيهجم عليه، لكن بانج بيقدر يتغلب على الشبح لحد ما بيختفي، وبيروح يخرج هنجي من المية، واللي بعدها بتترمي في حضنه وتفضل تشكره لأنه أنقذها. وبعد ما بيروحوا البيت هنج بتحس بالتعب بسبب نزولها في المية، ولما بانج بيشوف حالتها بيقرر إنه ما يروحش الكلية علشان يفضل جنبها ويعتني بيها. وفي الوقت ده هنج بتنام وبتحلم بذكرياتها في الماضي قبل ما تموت، لما كانت بتعدي الطريق وفي عربية صدمتها، ولما ودوها للمستشفى كان في ست عمالة تبكي عليها. تاني يوم الفريق بيروحوا البيت واحدة ست طالبة المساعدة، وبتحكي لهم إنها حابسة بنتها من ساعة ما بدأت تتصرف بشكل غريب. وبنرجع للفلاش باك لما الست دي كانت دايما بتزعق لبنتها بسبب درجاتها الضعيفة في المدرسة، وبعدين البنت جابت أعلى الدرجات بسبب الضغط المستمر من أمها، لكن بعدها قررت إنها تنتحر. وقبل ما تنط من على سطح البيت، في شبح استحوذ عليها بسبب حالتها الضعيفة. وفي يوم أمها دخلت عليها الأوضة وشافتها وهي بتقطع كل كتب المدرسة، ولما حاولت تمنعها ما كانتش قادرة عليها. وبعدين البنت فضلت تلبس هدوم مكشوفة وتحط مكياج بكميات كبيرة. ولما أمها زعقت فيها بسبب سلوكها الغريب، البنت زقتها بعيد وبلغتها إن بنتها ماتت. وبعد ما الأم مشيت ورا بنتها لحد النادي، شافتها في قعدة رومانسية مع راجل سنه كبير، وده خلى الأم تتعصب وتروح تضرب بنتها بالقلم على وشها. ولأن البنت ممسوسة مش بيفرق معاها وبتفضل تضحك. وبعدين بنرجع للست دي وهي بتوضح لبنج إنها ودت بنتها لدكاترة كتير لكن بدون فايدة. وفجأة البنت بتفضل تخبط على باب الأوضة وهي بتطلب من أمها إنها تفتح الباب. وبعد ما بنج بيدخل عليها بيلاقيها قاعدة في زاوية الأوضة، وبيقدر يشوف الشبح اللي مستحوذ عليها. وبعدين بتحصل معركة كبيرة ما بينهم، وشبح البنت بتقدر تتغلب على بنج بكل سهولة. ولما هنج بتحاول تساعد بنج، شبح البنت بتتغلب عليها هي كمان وبتطلع تهرب من الأوضة لحد ما بتطلع على سطح البيت. والشبح اللي مستحوذ عليها بيجبرها إنها ترمي نفسها من فوق، ولسه هتعمل كده هنج بتروح تشدها في آخر لحظة وترجعها على سطح البيت مرة تانية، وبعدين بتفضل تفوقها. لكن الظاهر إن الشبح استحوذ عليها بالكامل. وفجأة شبح البنت بتقوم وبتفضل تخنق هنجي. وفي الوقت ده بنج بيوصل لسطح البيت وبيروح يشد انتباه الشبح اللي بيسيب هنجي وبيروح يهجم على بنج، وبتحصل معركة تانية ما بينهم. وعلى الرغم من مقاومة بنج، إلا إن الشبح بيقدر يتغلب عليه مرة تانية وبيفضل يخنقه. في نفس الوقت بتوصل أم البنت وبتعتذر لبنتها عن كل اللي عملته معاها، وبتفضل تترجاها إنها ترجع لطبيعتها. وبالفعل البنت بتستعيد وعيها، وأخيرا الشبح بيخرج من جسمها، وده بيخلي بنج يدخل في معركة مع الشبح بحرية لأنه كان خايف على أذية البنت. وفي النهاية بينجح في ضرب الشبح وإخفائه من عالم الأحياء. وأخيرا الأم وبنتها بيتجمعوا مرة تانية وبيوعدوا بعض إنهم يبدأوا صفحة جديدة في حياتهم. وبعدين بنروح لدكتور بيطري اسمه سونج، واللي بيكون أستاذ في جامعة بنج، وهو بيفحص قطة متشردة بناء على طلب التلميذة بتاعته هيون جي. وفجأة القطة بتعوره في إيديه وبتطلع تجري. وفي نفس الليلة دي الدكتور سونج بيلاقي القطة قريبة من البيت بتاعه، فبيروح يقتلها بطريقة وحشية. وهيون جي بتكون في نفس المكان وبتشوف المنظر. وبعد ما الدكتور بيمشي، هيون جي بتقرب من القطة اللي ماتت وبتلاقي قلم الدكتور سونج موجود جنبها، فبتاخده وتحتفظ بيه. وبعد ما هيون جي بتروح تاخد المحاضرات من صاحبتها سيون، قلم الدكتور سونج بيقع منها على الأرض من غير ما تاخد بالها. وسيون بتلاقيه وتلاحظ إن مكتوب عليه اسم الدكتور سونج، فبتروح تديهوله وتبلغه إنه وقع من شنطة هيون جي. وساعتها الدكتور سونج بيعرف إن هيون جي شافت الجريمة اللي عملها، وبيروح يقف قدامها وهي ماشية على الطريق وبيظهر لها القلم بتاعه. فهيون جي بتحس بالخطر وبتطلع تجري،
لكن سونج بيقدر يوصلها وبيفضل يخنقها لحد ما تموت. تاني يوم هينج بتروح تقعد مع صاحبتها الشبح كانج، واللي بتعرفها إنها معجبة بالدكتور سونج. وفي الليل كانج بتروح للبيت بتاعه وهو مش موجود، وبتلاقي بطاقة الطالبة هيون جي موجودة على المكتب بتاعه. وفجأة الدكتور سونج بيرجع البيت وبيبلغ كانج إنه شايفها، لأن عنده القدرة في رؤية الأشباح، ده غير إنه ممسوس من الروح الشريرة، وبيفضل يخنق فيها لحد ما بتتحول لرماد وتختفي. في نفس الوقت في راجل بيكتشف جثة هيون جي اللي في الغابة، وبيتصل بالشرطة اللي بتيجي تعاين المكان، وبيشكوا في الدكتور سونج لأن عربيته كانت قريبة من موقع الجريمة، لكنه بينكر معرفته بأي حاجة عن هيون جي، وبسبب عدم اكتمال الأدلة بيفرجوا عن الدكتور سونج. تاني يوم فريق طرد الأرواح بيروحوا البيت راجل ممسوس علشان يساعدوه، وأخته بتقول لبانج إن أخوها هيون كان مريض جدا، وبعد ما اتعالج وبقي كويس بدأ يعاني من نوبات غريبة. وفي يوم دخل الحمام وقفل على نفسه، ولما كسروا الباب لقيوه موجود على الأرض وهو مصاب بجرح في إيده، وده أكد لهم إنه كان عايز ينتحر. وفي وسط ما البنت بتتكلم مع بانج بيسمعوا صوت هيون وهو عمال يصرخ، ولما بيدخلوا الأوضة عليه بيلاقوه نايم على السرير. وبعد ما أخته بتفتح الستارة علشان تنور الأوضة، فجأة الستارة بتقفل لوحدها مرة تانية، وبانج وهنج بيلاحظوا إن في شبح بنت قاعدة على جسم هيون، ولما بانج بيقرب منها بتختفي فجأة. وهنج بتلاحظ إن في صورة في الأوضة موجود فيها هيون وشبح البنت اللي كانت في الأوضة من شوية. ولما بانج بيسأل عيلة الراجل عن البنت اللي في الصورة، بيبلغوه إنها صاحبته الأنتيم سوكانج، وإنها ماتت من فترة. تاني يوم هيون بيتجنن وبيفضل يكسر في الأوضة، ولما أخته بتدخل تشوفه بتلاقيه عمال ينزف دم من دماغه، ولما بتحاول تهديه بيضربها ويوقعها على الأرض. وبعد ما بيخرج من البيت، أخته بتشوف شبح صاحبته قدامها وهي عمالة تبصلها، فبتروح تتصل ببانج بسرعة، واللي بيروح لها على طول. ولما بتحكيله عن اللي حصل بيسألها إيه الأماكن اللي ممكن يكون أخوها موجود فيها، وهي بترد عليه إن مكانه المفضل عند النهر، لأنه كان بيروح كتير هناك مع صاحبته سوكانج. فالفريق بيروحوا عند النهر بسرعة، وبيلاقوا هيون واقف على حافة الجسر وجنب منه شبح سوكانج. فهنج بتروح تكتفها وتسألها إيه اللي هتستفيده من انتحار صاحبها، وشبح سوكانج بترد عليها بالعكس، هي عايزة تنقذ صاحبها من الموت. وفي وسط ما هما بيتكلموا، هيون بينط من فوق الجسر وبينزل في النهر، وأول ما بانج بيشوفه بينط وراه ويخرجه من المية بسرعة. وشبح سوكانج بتروح لهيون وبتفضل تترجاه إنه ما يفكرش في الانتحار مرة تانية. وبنرجع للفلاش باك لما هيون عرف إنه عنده ورم في المخ، والدكتور بلغه إنه هيموت قريب، وحتى لو عمل العملية نسبة فشلها هتكون أكتر من نسبة نجاحها. وهيون كان في قمة الحزن ساعتها وفضل يشرب كتير علشان ينسى. وبعدها وهو بيعدي الطريق كان في عربية هتخبطه، وسوكانج راحت شدته في آخر لحظة، وفضلت تفهمه عن أهمية الحياة وإنها لازم تتعاش بحلوها وبمرها. ومن ساعة لقائهم الأول وهيون وقع في حب سوكانج، وبقيوا أصحاب جدا لحد ما جه يوم العملية. ولما هيون اتصل بسوكانج وعرفها ميعاد العملية طلعت تجري على المستشفى، لكن للأسف صدمتها عربية وهي بتعدي الطريق وماتت. وبعد ما العملية نجحت، هيون اتصل بسوكانج علشان يفرحها، لكن أهلها ردوا عليه وعرفوه إنها ماتت. ومن ساعتها وهيون حياته اتدمرت وكان بيميل للانتحار، لأنه مش قادر يتحمل فكرة إنه يعيش من غير سوكانج اللي قرر إنه ينفذ العملية علشانها أصلا. وبعدين بنرجع لهيون وهو بيبلغ شبح سوكانج إنه عايز يعيش معاها في العالم الآخر، لكن سوكانج بترفض وتقوله إن ده قدرها، وبتطلب منه يوعدها إنه مش هيحاول يأذي نفسه مرة تانية. وبعد ما هيون بيوعدها فعلا، سوكانج بترجع لعالمها الآخر وبتختفي. وبعد فترة هينج وبانج بيقربوا من بعض أكتر، وأخيرا بانج بيعترف لها إنه بيحبها جدا. وفي يوم الراهب تشول دخل البيت وهينج كانت موجودة لوحدها، لأن بانج كان في مشوار بره البيت. فالراهب تشول استغل ده وبدأ يكشف لها عن ماضي بانج المأساوي لما كان طفل صغير واستحوذت عليه روح شريرة، وأبوه وأمه طلبوا منه المساعدة. وعلى الرغم إنه قدر يطرد الروح الشريرة من جسم بانج، إلا إنها فضلت موجودة حواليه. وبعدين بانج عملت حادثة وصدمتها عربية، وبانج شاف الروح الشريرة وهي قريبة منها، ومن ساعتها وهو اكتشف إن عنده القدرة في رؤية الأشباح. وعلشان الراهب تشول عارف معاناة بانج من الأشباح، طلب من هينج إنها تبعد عنه وتسيبه في حاله. وهينج بتفضل تبكي من كلام الراهب تشول، لكنها بتقتنع في الآخر إن كلامه صح.
ولما بنج بيرجع بيلاقي هنج عامله له تورته بمناسبة عيد ميلاده، وبيروحوا هما الاتنين يقعدوا في سفينة علشان يحتفلوا مع بعض. وهنج بتعتذر له عن أي مشاكل سببتها له من ساعة ما عرفته، وبتطلب منه يروح يجيب لها حاجة تشربها. ولما بنج بيروح ويرجع مش بيلاقي هنج موجودة في المكان، وبتختفي من حياته. ولما بنج بيرجع البيت بيلاقي فستان هنج بيختفي هو كمان، وساعتها بيشك إن في حاجة حصلت ما بينها وما بين عمه الراهب تشول. فبنج بيروح يسأل عمه عن اللي حصل، وهو بيبلغه إنه قال لهنج تسيب البيت وتبعد عنه. وده بيخلي بنج يدخل في حالة من الغضب الشديد وبيفضل يزعق في عمه. تاني يوم هنج بتروح لمكان اسمه موقع الأكاديمية، لأنها شافته كتير في أحلامها، وده يبقى نفس المكان اللي اتصدمت فيه من العربية. وبالصدفة هنج وهي هناك في عربية بتخبط واحدة ست قدامها، والمشهد ده بيأثر على ذكريات هنج وبيخليها تفتكر وقت الحادثة بتاعتها لما الناس دخلوها المستشفى اسمها جامعة هانل. ولكن اللي ما قدرتش تفتكره إن الدكتور سونج هو اللي صدمها بالعربية. ولما هنج بتوصل لمستشفى هانل بتشوف نفس الست اللي كانت بتبكي عليها في الحلم واقفة قدامها. فهنج بتمشي ورا الست دي لحد ما بتوصل للبيت بتاعها، وهناك بتشوف صور كتير ليها وهي ماسكة ميداليات وجوايز. وساعتها بتعرف إن الست دي تبقى أمها. وفجأة بيجي اتصال لأمها، واللي بعدها بتطلع تجري على المستشفى، والدكتور بيبلغها إن بنتها هنج لسه في حالة الغيبوبة. وشبه هنج بتتفاجئ لما بتعرف إنها لسه ما ماتتش، ولكنها في غيبوبة من ساعة ما صدمتها العربية من 5 سنين. وبتشوف جسدها والممرضين بيدخلوها للعناية المركزة وهي مندهشة من المنظر. في نفس الوقت بنج وأصحابه وهم ماشيين بالعربية بيشوفوا شبح بيظهر قدامهم في نص الطريق. ولما بينزلوا من العربية بنج بيدخل في معركة قوية مع الشبح وبيقدر يهزمه، لكنه بيتعور في ايديه نتيجة اصطدامه بعربية كانت بتعدي الطريق. فرن وتشون بيودوه للمستشفى بسرعة، وبالصدفة بتكون نفس المستشفى اللي موجودة فيها هنجي، واللي بتكون واقفة قدام جسدها وهي مبسوطة لأنها خلاص هتعيش مع بنج في العالم البشري لما تفوق من الغيبوبة. في نفس الوقت الدكتور سونج بيوصل للمستشفى وبيعرف إن هنج لسه عايشة، وعلى الرغم إن مفيش أي علامات بتدل على إنها هتفوق من الغيبوبة، إلا إن سونج مش عايز يكون في أي دليل ضده، لأنها لو فاقت وافتكرت ذكرياتها ممكن توديه في داهية ويتحبس بسببها. وأثناء وجوده جنب جسد هنجي شبح هنجي بتلاقي بنج واقف خارج المستشفى، فبتروح تترمي في حضنه وهي بتوعده إنها مش هتسيبه مرة تانية. وقبل ما بتعرفه إنها لسه عايشة بتحس بألم شديد، وبيتضح إن سونج بيستخدم قوته الشريرة في أذية جسد هنجي. وبعد ما بينجح في كده شبح هنجي بتختفي من قدام بنج وبتتبخر في الهواء. في نفس الوقت الدكاترة بيجروا على جسد هنجي وبيفضلوا ينعشوها بالصدمات الكهربائية. وفجأة هنجي بتفتح عينيها وأخيرا بتفوق من الغيبوبة، وسونج بيكون شايف المنظر ومتضايق جدا من كده. ولما بنج بيروح يقرب من هنجي بيتصدم لما بتصده لأنها مش فاكرة أي حاجة. وبنج مش بيستسلم وبيكون عايز يحضنها، لكنها بتبعده وتبلغه إنها ما تعرفوش، وبتطلب منه يخرج من الأوضة حالا. ولما بنج بيعرف إنها فاقدة الذاكرة بيقدر الموقف، وبيروح يزورها كل يوم ويجيب لها هدايا كتير. ومع ذلك هنج بتفضل تصده، وحتى بعد ما بتلاحظ إن بنج عارف عنها كل حاجة مش بتكون مستعدة تقبله كصديق ليها. وبعد ما هنج بتسيبه علشان تدخل الأوضة بتاعتها بتحس بدوخة ولسه هتقع على الأرض. بنج بيروح يسندها بسرعة وكانوا هيقبلوا بعض بالغلط، وده بيفكر هنج بقبلتها الأولى مع بنج، لكن في الآخر بتبعد عنه وهو برضه مصمم إنه يفضل جنبها. في نفس الوقت الشرطة بتلاقي جثة أبو بنج في الغابة، واللي راح هناك علشان يدور على الروح الشريرة اللي قتلت مراته. ولما بيستدعوا بنج وعمه بيتصدموا لما بيشوفوا الجثة، وبنج بيكون متضايق من أبوه لأنه سابه لوحده وهو طفل صغير. ولكن موته حسس بنج بالندم لأنه ما كانش بيرد على الرسائل اللي بعتها له طول السنين اللي فاتت. ولما هنج بتروح تعزي بنج بتشوف صورة أبوه وبتحس بحاجة غريبة، لأنها افتكرت لما شافته بالصدفة من 5 سنين، وحكت للراهب تشول إنه ادالها ظرف علشان توديه لابنه بنج لأنه ما كانش بيرد على رسايله. وهنج كان عندها فضول تعرف إيه اللي موجود في الظرف، ولما فتحته اكتشفت إن جواه أداة طقوس بتحمي من الأرواح الشريرة، وأبو بنج كان باعتها لابنه علشان يحميه من الروح الشريرة اللي قتلت أمه واستحوذت عليه وهو صغير. ولما الراهب تشول بيسمع الكلام ده بيقرر إنه يروح لصديقة ليه
وبياخد منها سيف مقدس قادر إنه يقضي على الأشباح مهما كانت قوتها. ولكن صديقته بتحذره من الطقوس بالسيف ده لأنها خطيرة جدا وممكن يموت بسببها. في نفس الوقت الدكتور سونج بيروح يخطف هنجي وبيجبرها إنها تقوله عن المكان اللي موجود فيه أداة الطقوس. وبالفعل هنجي بتوديه للمدرسة اللي بتكون شايلة فيها أداة الطقوس جوه الدولاب بتاعها، والدكتور سونج بياخدها ويحتفظ بيها علشان يضمن إن محدش يستخدمها ضده. وبسبب إن هنج ما بقاش ليها فايدة بيقرر إنه يخلص عليها، وبالفعل بيفضل يخنقها. ولكن قبل ما يقتلها بيوصل بانج وينقذها في آخر لحظة، وبتحصل معركة قوية ما بينه وما بين الدكتور سونج. وبسبب قوة الشر اللي موجودة داخل سونج بيقدر يتغلب على بانج ويوقعه على الأرض. وأثناء ما سونج بيحاول يخلص على بانج بيجي الراهب تشول ويضربه بالسيف المقدس، وده بيتسبب في خروج الروح الشريرة من جسد سونج. وقبل ما تستحوذ على حد تاني الراهب تشول بيوجه السيف ناحيتها وبيحاول يحبسها جواه، لكن الروح الشريرة بتقدر تتغلب عليه وبتسبب له جروح كتير في جسمه. وفي الوقت ده بانج بياخد أداة الطقوس اللي بتكون موجودة على الأرض وبيروح يضرب بيها الروح الشريرة، واللي أخيرا بتتهزم وبتختفي للأبد. وبعدين هنج وبانج بيلاقوا الراهب تشول مش بيتحرك وبيفتكروه مات، لكن لما بيقربوا منه بيلاحظوا إنه لسه عايش. وبعدين بتيجي الشرطة وتقبض على الدكتور سونج بسبب كمية الجرايم اللي عملها. وبعدين هنج بتروح تبلغ بانج إنه يبعد عن بنتها لأنه هو السبب في كل المشاكل اللي بتحصل لها. وبانج بيسمع كلامها وبيتجنب مقابلة هنجي. وأثناء حفلة الطلاب الجدد في الكلية في بنتين بيروحوا لبانج ويطلبوا منه إنه ينضم ليهم، وبالفعل بانج بيروح معاهم وبيتفاجئ إن هنج موجودة هناك، وهي اللي قالت للبنتين إنهم يجيبوه علشان تشوفه. وبعدين بانج بياخد هنج وبيروح لبيت أمها، وهو بيبلغها إنه بيحب بنتها وعايز يفضل جنبها. ولما هنج بتلاقي بنتها هي كمان بتحبه بتضطر إنها توافق، وبانج وهنج بيعيشوا مع بعض قصة حب جميلة. وبعدين فريق طرد الأرواح بيقرروا إن يبقى هدفهم الفترة اللي جاية هو مساعدة الأرواح المفقودة علشان ترجع لعالمها الآخر. وبكده تكون حكايتنا انتهت. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك. أشوفكم على خير، سلامات.